الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير واحسن حال. نهاركم زي الفل وكله رزق ومعطر بذكر الله ورسوله عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده ان شاء الله هنعمل عم المخلل، عم المخللات كلها، اللي هو الليمون اللي بالعصفر بالعصفر وحبه البركه وايه، بيتخلل منه فيه كده حاجه كده، يعني عامله زي الزبده، زي ما تكوني جايبه حته لحمه وحطيتيها على نار هاديه بتاكليها، عامله ازاي؟ بتبقى زبده معاكي. كذلك احنا نعمل الليمون كده. يلا نخش معايا على الفيديو وشوف انا بعمل ايه. بس قبل ما نخش على الفيديو عايزه منكم لايك حلو وتدعموني. اللي ما اشتركش عندي يتفضل ينورني. يلا انا معايا كده 2 كيلو ليمون، ومعايا ليهم 3 معالق ملح كبار وحبه البركه، يعني ايه، انا مش معايراها، انا خدت شويه ولو عوزت تاني هاخد، بس هما متهيألي كفايه كده. ده عصفر، وحبه البركه معلقه واحده كبيره. خدت معلقه واحده كبيره ليه؟ لان العصفر ده هو انا عايزه ريحته، بس كتره بيسود المخلل، وانا ده هقعده كتير ان شاء الله، يعني يستوي براحته. بقول لكم زي حته اللحمه اللي بتهدي عليها النار كده وتسيبيها، يعني ان شاء الله نفتح عليه يحيينا ويحييكوا ربنا ان شاء الله على رمضان. بس ومعايا بقى بتاع ده اهي هريسه اهي، حوالي 3 معالق كبار، ومعايا نص كيلو ليمون عصره بس. وعلى الوش هحط معلقه زيت واحده، لان الليمون كله زيوت. بس انا بقطعها كده ما بفصلهاش من بعضيها، يعني باجي من الحته دي كده اهي. طبعا غسلت الليمون، الحته دي اللي بتبقى تحت اللي بتبقى ماسكه الليمونه ما بفصلهاش من بعضيها اهي. غسلت الليمون لان طبعا بيبقى فيه تراب فيه طين، يتغسل حلو قوي. وكوبايه الليمون اللي انا عصرها له دي نص كيلو اهو. هقطع بقى الليمون كله كده على 4 اهو، يعني ما بفتحهاش قوي، دي بتبقى ماسكاها. وارجع لكم ان شاء الله تاني. انا ما قطعتوش على الرخامه لان الليمون بيبوظ الرخامه، يعني في نقطتين وقعوا مني خلوا الرخامه يعني دوختني في غسيلها، زي ما يكون يعني مش عارفه بياكل الحاجه. دول 3 معالق هريسه، 3 معالق ملح كبار مليانين على عينهم. معلقه، معلش انا اتلخبطت بين حبه البركه وبين العصفر، دي حبه البركه اهي. حطيت معلقه واحده لاني بقول لكم لما بيزيد بيسود المخلل، يعني مش بيبقى حلو، احنا عايزين ريحته بس. ده العصفر اللي هو الهايش ده، هحط عليهم كمان شويه ليمون عشان الخلطه تبقى معايا ايه، يعني طريه كده، اعرف احشي بيها الليمونه يعني. البطرمان بتاعي مغسول ومتعقم، تعقميه ازاي؟ تولعي عين بوتاجاز وتقلبي كده كده، بس ايدك تبقى لفوق كده شويه. يا اما مش عايزه تعملي الحركه دي، تجيبي شويه خل وتدوري فيها البطرمان وتقلبيه، بس هو ده تعقيمه عشان المخلل يفضل معاكي ما يجرالوش اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك الليمونه اروح ايه حشيها كده، شكلي مش عارف اشتغل الا بايدي، والفلفل ده مولع اهي. انا عايزه ايه، ارصها كده، يعني ارص الليمونه قاعده عشان الخلطه اللي فيها ما تقعش.
في الاربع جوانب بتوعها. لو الخلطه ما كفتش هعمل تاني. بس عشان الحاجه بس تاخد حقها. بصوا يا حبايبي انا بعملها ازاي في البطرمان. هرصهم بقى كده كلهم وارجع لكم تاني بنفس الطريقه دي. خلصت الليمون ورصيته كله بالطريقه دي زي ما وريتكم عشان الحشو ما يقعش منه اهو ويثبت فيه. ادي حبه قشر كده على حبه الخلطه اللي فاتوا. كنت فاكره ان الخلطه مش هتكفي، الحمد لله كفت وفاض منها حبه صغيرين. وعليهم نص كوبايه الليمون. حطي الورق اللوري ده ولا ورق غار، شوفوا بتسموه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه زيت واحده زي ما قلنا. بس مش هاجي بقى جنبه كده. بصوا حبه الليمون قد ايه. الليمون كده ده تاني يوم. انا امبارح بوريتهولكوا بقول لكم بصوا الميه اللي فيه قد ايه، او الليمون اللي انا حاطاه زاد شويه، لان انا لما قمت من النوم هبطته كده شويه بايدي بس بردك من غير ما بهدله. العصاره اللي بتنزل منه دي هتملاه، عصاره الليمون هتنزل منه هتملاه، يعني هو ده اسمه ليمون منه فيه، يستوي منه فيه كده. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. متنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.